النهارده بقى جايبه لكم فيديو مرجع ليكم، ارجوكم ان انتوا تحتفظوا بيه عندكم عشان هتستفادوا منه كتير. الناس اللي بتعاني بقى من بقع الملابس، وبالذات ملابس الاطفال اللي بتبقى كلها بقع، والفوط والحاجات الكتير الملايات. هقول لك على حل في الفيديو ده النهارده هينهي حاجه اسمها بقع الملابس. بس يا ريت فضلا وليس امرا اللايك يا جماعه، دعموني باللايك. وهنقول برضو على هنحل كمان المشكله دي. اي مشكله في الهدوم وفي الملابس وفي البقع النهارده هتشوفي حلها، وبطريقه سهله جدا. وتشابك الملابس، يعني الهدوم بتطلعيها من الغساله كلها متشابكه. النهارده بفكره بسيطه جدا هنخلصك من حاجه، فكره الملابس المتشابكه. وهنشوف برضو معانا اسهل طريقه وتخلي الملابس تنشف معاك بسرعه، يعني مفيش نص ساعه على الحبل وتلميها. والشرابات بقى، ومشكله الشرابات اللي بتضيع والبقع اللي بتبقى في الشرابات. النهارده جايلك بفيديو بجد جبار، كله استفاده بجد بالبقع والشرابات اللي بتضيع وبقع الشرابات. وهنشوف النهارده الفيديو مليان افكار كلها عن الغسيل حلوه جدا، هتستفادي. تعال نشوف بقى اول حاجه معانا. انا معايا بوله وفيها كوبايتين من الميه، حوالي 300 جرام من الميه. ومعايا معلقتين هرميين من الصودا اش او الزهره البيضاء. ناس كتير بتقول عليها في البلاد العربيه البره الكريستو، وفي ناس بتقول عليها الزهره البيضاء. هبتدي بقى ادوبهم كويس جدا، ويا ريت. عايزه اقول لك ان انا حاطه معلقتين هرميين كبار جدا من الصودا اش او الزهره البيضاء. يعني لو في ناس كتيره عند العطار معرفتش الصودا اش، قولي لها الزهره البيضاء هيعرفوها على طول. ومعايا معلقه من ملح الليمون. عايزه اقول لك بقى ان ملح الليمون مع الصودا اش او الزهره البيضاء هتعمل تفاعل رهيب دلوقتي وفوران فظيع. عايزه اقول لك بقى ان الفوران ده بتشيل اي اتساخات في الهدوم او اي بقع، يعني رهيب في غسيل الملابس وغسيل اي حاجه عندك عايزه تشيليها، يعني مليانه اتساخات جامد بجد، فورانها فظيع. ومعايا حوالي كده غطيين من الدوني المركز التقيل. ومعايا يعني اهم حاجه اي حاجه معطر عندك، لو انت عندك معطر ممكن تحطيه بديلا للدوني. ده دوني تقيل طبعا، حطيت منه مجين. لو عندك برسيل جل ممكن تحط منه برضو غطيين كبار كده. واكسجين، الاكسجين ده بيتباع في الصيدليه يا جماعه، مش غالي. العبوه دي حوالي ب10 جنيه. احط حوالي كده 3 معالق كبار من الاكسجين. ميه الاكسجين مش ضاره، لا ده في النظافه بجد، ما اقولكوش يعني هتشوفوا النتيجه انتوا بعينيكم. وحوالي بقى كوبايه كده او نص كوبايه من اي مسحوق انت بتستخدمين، كان اريال او برسيل، عشان تعمل رغوه. انا عايزه اقول لك ان دي تنفع في الغساله في الاوتوماتيك، ممكن تحطيها مباشره على الهدوم، بس مش هتعمل الرغوه اللي بالك فيها. لا هي مش هتعمل رغوه، هي تعمل نظافه او تزيل البقع الهدوم، يعني مش هتبقى ليها رغوه خالص. احنا برضو واحنا بنغسل هوريكم هنعمل ايه. عايزه اقولك بقى الكميه دي بقى هتكفيكي شهر معاكي، وهتبقى ايدك ورجلك يعني حاجه كده تبقى خيال. تستخدميها في كل حاجه، يعني منظف قوي جدا، وكمان عبوتها كبيره قوي وهتقعد معاكي شهر. كل ما تيجي تغسلي تحط منها كميه حلوه قوي وهتكفيكي حاجه كده ببلاش، ومش اقتصاديه جدا، وعبوه حلوه قوي، وبتنسف اي بقع في الهدوم وبتنظف الهدوم بطريقه حلوه قوي. عملت معايا حوالي رتل ونص اهو من المسحوق اللي احنا عملناه. عبوه حلوه جدا، قعدت معايا تقعد كتير. هبتدي بقى احط منها غطيين كده من الكوبايه اللي في ايدي دي، كوبايه بلاستيك. هبتدي احط منها حوالي غطيين كده كبار في الهدوم. هي طبعا مش هتعمل رغوه بس هتنضف. انا ابتدي بقى احط اي مسحوق عندي، ان كان اريال او برسيل، اي مسحوق انت بتحبيه. اللي بقى الليفه دي هتشيل كل الوبر اللي بتبقى في الهدوم. مشكلتك مع الوبر اللي بتطلع الهدوم فيها وبره، بقول لك بقى، يعني عايزه اقول لك ان دي بتشيل كل الوبره اللي في الهدوم والشعر. والهدوم المتشابكه بقى، مشكلتنا في الهدوم المتشابكه، بمسك بقى الرجول البنطلون كده زي ما انتم شايفين، اقوم ربطها مع بعض، والتيشيرتات، يعني اي حاجه. والربطه دي بقى اللي بتلف على الهدوم وتعقد الهدوم خالص، انا ببتدي بلفها كده. دي اكتر حاجه بتحل مشكله الهدوم لما بتتشابك مع بعض. معايا بقى اي نوع مسحوق، ان كان برسيل او اريال، لازم عايزين رغوه طبعا في الهدوم، فهنحط حوالي غطين كده زي ما انتم شايفين مع المسحوق اللي احنا عملناه او مع المكون اللي احنا عملناه. تعالوا اقول لكم بقى على مشكله الشرابات ومشكله البقع اللي بتبقى في الشرابات. الصابون السمراء البلدي بتاعت المحلات اللي بتتباع في المحلات دي، عايزه اقول لك بقى ان هي بتنظف الهدوم، الشرابات بالذات، وتشيل كل البقع اللي فيها.
يعني رغي كده بس الشراب رغوة بسيطة كده أو بليه حاجة بسيطة، ورغي عليه الصابونة السمرا دي. عايزة أقول لك الصابون الأسمر البلدي ده فظيع، اللي بيتباع في المحلات، اللي بيتعمل منه، اللي الناس كتير بتعمل منه بزيت. أنا هعمل إن شاء الله الصابون ده وأنزله لكم على القناة. عايزة أقول لك بينسف اتساخات الشرابات بطريقة سهلة جدا، مسافة ما ترغي بس عليه الصابونة هيشيل لك كل البقع. حاجة معايا بقى الشرابات لما بتضيع دي اكتر حل بقى واكتر حاجة تعمليها. اي حاجة شبكة عندك كده زي ما انت شايفة كده، اللي كان عندي اشرب كده قديم عملته كده للشرابات، بلم فيه الشرابات بالطريقة دي. بجد طريقة سهلة جدا للشرابات. عايزة بقى الطريقة اللي انا قلت لكم عليها، الهدوم بتنشف في ثواني من غير يعني هتنشريها 5 دقايق كده على الحبل وتلميها بطريقة بسيطة جدا وبفكرة بسيطة. هاتي فوطة قطن كده بتشرب المية حلو، وتقومي حطاها في نص الهدوم كده من جوه، وتبتدي تشغلي عليها العصاره. فوطه قطن يا جماعه اهي ناشفه، جايباها من الدولاب، يعني كانت ناشفه كده ومغسوله، وابتدي احطها في نص الهدوم وابتدي اعصر العصاره، هتطلع معايا الهدوم ناشفه خالص. عايزه اقول لك بقى مفيش 5 دقايق بالظبط على الحبل وهتلميها وهتدعيلي الهدوم طالعه ناشفه معانا. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.